ممكن يكون عندك حظ لكن ما عندكش شطارة، وممكن تكون شاطر بس ما تملكش الحظ. بس من الصعب انك تملك الحظ والشطارة في نفس الوقت. تعالوا نشوف الجيش المصري ازاي حقق المعادلة الصعبة دي. زي ما احنا عارفين ان العدو بنى خط بارليف العظيم اللي كل العالم صنفه انه من اقوى السدود اللي اتعملت لحد الان، ده بعد خط ماجينو او ماجينو زي ما بيقولوا اللي عملوه فرنسا قدام المانيا. وكان خط بارليف بيحمي 31 موقع اسرائيلي، وكان بين كل موقع والتاني حوالي 10 كيلو عشان لو الجيش المصري حاول يخترقه يتم رصده. وزي ما احنا عارفين ما ينفعش نحارب من غير ما يكون معانا معلومات، لان من خلالها بيتم وضع خطة للحروب. لكن فكرة اننا نجيب معلومات عن 31 موقع كانت شبه مستحيلة. يعني لو حالفنا الحظ ممكن نجيب معلومة عن موقع أو 2 بالكتير أوي. الأمور كانت غامضة تماما. القواعد دي فيها إيه؟ صواريخ ولا دبابات ولا أسلحة؟ الأمر كان شبه معقد، وأنا ما ينفعش أحارب غير لما أكون عارف إمكانيات العدو اللي قدامي. فضل الجيش والمخابرات المصرية حوالي 6 شهور مش عارفين يجيبوا معلومة واحدة من ورا خط بر، فكان لازم بقى يتم زرع جاسوس جوه المواقع دي. لكن عملية زرع الجاسوس ما بتتمش في يوم وليلة، ده ممكن تاخد سنين كاملة. وحتى لو نجحنا في زرع جاسوس هيجيب معلومات عن كم موقع من 31 موقع إسرائيل. فكانت فكرة زرع الجاسوس صعبة، خصوصا إن عنصر الوقت كان مهم جدا عند الجيش المصري. فكان لازم يتعمل عملية شبه انتحارية، الابطال يروحوا بنفسهم، ويا عالم هيرجعوا تاني ولا لا. كان نسبه فشل العمليه دي كبيره قوي، وما ينفعش اصلا اي عمليه تفشل. فكان الحل ان ابطالنا يخطفوا اي جندي اسرائيلي كاسير علشان ياخدوا منه معلومات. بدا الشغل والدراسه على الخطه دي بعمل كمين عند خط بارليف، وكان عدد المجموعه اللي هتقوم بالعمليه دي 5 ابطال من الجيش المصري بقياده البطل الشهيد ابراهيم الرفاعي الملقب باسطوره الصاعقه المصريه. بيشرح البطل اللواء سمير فرج ازاي بدات التحضيرات للمهمه دي، بانهم دهنوا وشهم وجسمهم كله بالطين، ولبسوا في رجليهم خف جمل علشان ما تبانش اثار لرجليهم في الرمل. وبداوا الرجاله يتحركوا، وقواتنا بتراقبهم عشان لو تم استهدافهم يامنوا عمليه انسحابهم. وبالفعل نجحوا ابطالنا في الدخول من غير ما حد من قوات العدو يحس بيهم، وحفروا حفر في الارض عشان يستخبوا فيها، ومستنيين اول عربيه اسرائيليه علشان يستولوا عليها. لكن اللي حصل ان طياره استطلاع اسرائيليه عدت فوق ابطالنا، ولما قواتنا شافوها قلبهم انقبض وقالوا بس ولادنا راحوا. لكن حمايه ربنا فوق كل شيء، سبحان الله الطياره عدت من فوقهم وما خدتش بالها منهم كمان. هنا ابطالنا خدوا نفسهم شويه وكملوا المراقبه. عدى ساعات ومفيش اي حركه، وابطالنا ما ينفعش يتكلموا او يصدروا اي صوت عشان ما يلفتوش النظر ليهم. شويه شويه ولقوا عربيه لوري جايه من بعيد، فرحوا وقالوا بس دي صيده عظيمه، لان اكيد مليانه جنود وضباط اسرائيليين كتير، يعني هيبقى عندنا اسرى كتير وهناخد معلومات اكتر. انتوا متخيلين ان اللي بيقولوا الكلام ده 5 ابطال قدام لوري مليانه عساكر وضباط اسرائيليه؟ وفعلا استنوا لحد ما العربيه قربت، لقوا في الكابينه سواق وجنبيه شاب صغير. راح بطل من ابطالنا ضرب رصاصه في دماغ السواق، وده خلى العربيه وقفت تمام. وهجموا على العربيه، خدوا الشاب بالشنطه اللي معاه، وقالوا بقى نفتح العربيه ونشوف الجنود والعساكر ناخدهم. لكن المفاجاه انهم لما فتحوا العربيه ما لقوش ولا جند اسرائيلي واحد. بس المفاجاه انها كانت عربيه كانتين فيها بيض ومربى وفاكهه. طبعا حاله من الاحباط الشديد والخذلان لجنودنا وابطالنا، باحساسهم ان كل المجهود ضاع وما لقوش اي اثر. غير الشاب اللي كان مع السواق خدوا الحاجه اللي معاه ومشي. طبعا ابطالنا كانوا عايزين يستنوا اي عربيه تانية، لكن ده كان صعب لان في ثواني العدو هيجي مشط المكان، وكان هيبقى انتحار رسمي، فما كانش قدامهم غير انهم يرجعوا باللي معاهم. لكن لما سلموا الشاب الاسرائيلي للقيادات المصريه اكتشفوا حاجه غريبه جدا. اكتشفوا ان الشاب ده وظيفته انه يوزع الكانتين على 31 قاعده، ولقوا الشنطه اللي معاه فيها كشوفات كل القواعد الاسرائيليه، يعني كنز. وبقى معاهم كل قاعده باسم القائد باسم الجنود بكل بياناتهم. يعني ربنا كرمنا بكتير قوي اكتر من اللي كنا بنحلم بيه، لدرجه ان العمليه دي اتصنفت بانهم قبضوا على اغلى اسير اسرائيلي. البيانات والمعلومات دي كان ليها دور مهم جدا في حرب 73. هنا بتتحقق المعادله الصعبه، الشطاره مع الحظ والتوفيق من الله. بكده تبقى انتهت حلقه النهارده، بس طالما بنتكلم عن ابطال مصريين تبقى حكايتنا ما بتنتهيش. الف سلام وتحيه لكل ابطالنا المصريين.